السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الأسئلة اللي بتيجي من المتابعين على القناة هو عصفور الكوكتيل عندي اتأخر في وضع البيض، والاتنين عندي موفر لهم كل حاجة وما مفيش تزاوج خالص. ازاي ان انا اجبر الذكر والنتاية على ان هما الاتنين يتزاوجوا؟ قبل اي حاجة، لازم يا جماعة ان احنا نعرف ان عصفور الكوكتيل سن البلوغ بتاعه هو 6 شهور. ولكن ما ينفعش ان انا اجوز الكوكتيل عند سن 6 شهور خالص، لا يمكن. ان انا لازم اصبر عليه لغايه ما يوصل سنه من 10 شهور ل 12 شهر، ده انسب سن للتزاوج. خلاص الذكر والنتايه كبروا وبقى عندهم خبره. الحاجه التانيه اللي هتعملها انك انت هتحط الذكر في قفص لوحده من غير بياضه، وهتحط النتايه نفس الكلام في قفص جنبه او قدامه، وقفص لوحدها. هما الاتنين كل واحد في قفص لوحده لغايه ما الاتنين خلاص يشتاقوا لبعض، تحس ان النتايه خلاص زايفه وعايزه تزاوج بينها وبين الذكر ده، حبته من بعيد خلاص وعايزه ان هي تتنقل معاه في القفص. بعد كده اللي بتعمله انك بتاخد النتايه دي بعد اسبوع وتروح مدخلها على الذكر في القفص اللي انت مجهزه ان هم هيتزاوجوا فيه، القفص الكبير المناسب بتاع الكوكتيل. وما تعلقش البياضه خالص دلوقتي. هتدخل النتاية على الذكر، هيحصل بينهم هما الاتنين توالف 3 4 ايام، وتبدأ انك انت تعلق العش او البياضة وتعلقه كويس يكون ثابت. تحط من جواه النشارة وسط، لا هي خشنة ولا هي ناعمة. هتبص تلاقي الذكر هيبدأ ان هو يدخل العش ويخرج. ليه؟ علشان خاطر بيجهز العش. في الفترة ديت بقى انت اول ما تعلق البياضة تبدأ انك انت تحط له محفزات زي البيض. البيض ده اهم حاجة. 3 مرات في الاسبوع. القمح المنقوع 3 مرات في الاسبوع. يعني النهاردة حطيت قمح، بكرة تحط بيض، يوم ويوم. البرسيم، الجرجير، الزنجبيل في المية، دي كلها اقول عليها محفزات. السيلينيوم، وفي سيلينيوم بشري عادي انا بجيبه من الصيدلية. طيب اول ما هتعمل كده وتحط المحفزات ليهم، والذكر خلاص خد النتاية وعلقت البياضة، هيبدأ الذكر بقى يدخل العش. هو اللي بيدخل العش الأول. ليه؟ علشان خاطر يأمنه، بيجهزه. لقى العش تمام ومية مية وحاطط النشارة وجاهز، هيبدأ يغرد للنتاية وهو جوه، بيغرد لها، بيغني لها. يبدأ الغنى ده والتغريد ده هو بيغازلها، بيجهزها بقى للتزاوج. تبدأ تلاقي النتاية بقى خلاص زايفة عليه على الآخر. يبدأ ان هو يخرج ويحصل التزاوج بينهم هما الاتنين، وغالبا بيكون الصبح واخر النهار في المغربية. تسمع بقى التغريد بتاع الذكر الصبح واخر النهار في المغرب، ويحصل بينهم هما الاتنين التزاوج بين الذكر وبين الانثى. مفيش 3 4 ايام هتبص تلاقي اول حصوايه هيحطوها في البياضه، يعني اول بيضه. هتعرف ازاي؟ ما تفتحش العش خالص في الفتره ان الذكر خلاص. اول ما انت تعلق البياضه اوعى تفتح العش. ليه؟ عشان الذكر تديله انت الامان. كل ما تفتح العش هو هيتضايق، يبدا يدخل تاني، جهزه من تاني. فانت اللي بتعمله ان انت ما تفتحش العش خالص. طب هتعرف ازاي بقى ان هم باضوا؟ هتلاقي النتايه اختفت، النتايه مش موجوده خالص في القفص، مش موجوده خالص. تمام. فين النتايه؟ جوه البياضه قاعده خلاص بقى باضت. لو لقيت بقى خلاص الذكر واقف لوحده والنتايه اختفت خالص وقعدت على كده يوم يومين 3، بتطلع بس امتى؟ لما تيجي تحط الاكل. كل ما تيجي تحط الاكل تلاقيها خرجت. وممكن تيجي تحط الاكل ما تخرجش، تعرف كده وتتاكد ان هي بيضه مش عايزه تسيب البيت وتخرج. طيب اول ما هي تيجي تخرج وتاكل، تروح انت عادي فاتح البياضه فتحه بسيطه، مفيش كام ثانيه، تتاكد من ان هي باضت خلاص. الحمد لله باضت. اقفل العش وما تجيش جنبه بقى خالص. كل اللي انت هتعمله انك هتوفر لهم الاكل والشرب في الفتره اللي هي بايضه فيه. اوعى تجوعهم في الفتره دي ابدا. هتلقط 18 يوم ل 21 يوم. في الفتره دي لازم الاكل يكون قدامهم جاهز برضه 3 مرات في الاسبوع. القمح، البيض، البلكم والفلارس. تمام. ما تكترش في البيض بقى في الفتره دي. طول ما هي راقده على البيض ما تكترش في البيض قوي، يعني هي البيض يبقى مره واحده بس. ما تكترش في اي مخصبات بقى، خلاص كده ما يبطط وزي الفل. هتبص تلاقي ان شاء الله كلها 18 يوم او 21 يوم وبدأ البيض ان هو يفقس. في الفيديوهات الجايه بقى، وفي فيديوهات عندي في الفيديو في القناه كتير شارح فيها
قبل البيض ما يفقس المفروض تعمل ايه، وبعد البيض ما يفقس المفروض تعمل ايه. بشكركم جدا، بتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.